إخواني، لابد أن نعمل بكل قوة حتى تقوم هذه البلد مرة أخرى، وحتى ننتهي من بحر الدماء الذي نراه كل يوم. فنتحدث معكم ونحن على أمتار من ميدان الله أعلم ماذا سيحدث فيه، الله أعلم ماذا سيحدث غدا. كفانا. والحل الوحيد لكل هذا أن كل واحد منا يحاسب نفسه، وأن يجعل الله عز وجل رقيب عليه في كل أفعاله وتصرفاته، وأن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله عز وجل في كل أفعاله وتصرفاته. أين أنت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على حسن المعاملة؟ أين أنت من الأخلاق المؤمنين؟ أين أنت من أخلاق الصحابة؟ لابد أن نرجع إلى ديننا مرة أخرى حتى نتحلى بسمات المسلم. المسلم لابد أن نرجع إلى ديننا، لأن كل ما يحدث لنا هو بعد عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنتم ترون الآن كل ضارب لا بد له من نهاية، كل ضارب لا بد له من نهاية، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. سيرينا آياته عز وجل في كل من حاول أن ينشر الأرض فسادا وأن ينشر الأرض دماء. الله سبحانه وتعالى قادر أن يرينا آياته حتى يكون عبرة لمن لم يعتبر، حتى يكون عبرة لمن لم يعتبر، أيا كان هذا الشخص، حاكم أو محكوم، رئيس أو مرؤوس، فعند الله الكل سواء. يا أصحاب المليارات، لا تستطيعون أن ترشوا الملائكة، لا تستطيعون. لم ينفع في هذا اليوم مال ولا بنون إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. فانظر إلى قلبك، فانظر إلى قلبك. هل قلبك موحد بالله عز وجل بإيمان بيقين، أم أن هذا قول نقوله جميعا ولا نشعر به؟ فكن دائما ذاكرا لله عز وجل، كن متصلا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن تكثر الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. كن دائما مؤدي إلى فرائض الله عز وجل، وأن تتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلابد أن نبدأ نحن بأنفسنا، وأن الله سبحانه وتعالى سيحمي هذه الأمة ويحمي شعب مصر العظيم، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتجه إلى الله عز وجل ونرفع الآيات متذللين لله رب العالمين. فإنك يا مولانا قلت ادعوني أستجب لكم، فنحن يا ربنا متوجهون بنبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن تغفر لنا ذنوبنا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم عليك بكل مفسد في الأرض يا رب العالمين، اللهم عليك بالفاسدين، اللهم عليك بالفاسدين بكل القطاعات والحكومات والوزارات يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آيتك يا رب العالمين. يا ربنا ندعوك يا ربنا بكل اسم هو لك أن تغفر لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ترحم أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تتجاوز عن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الغنى عن الناس، اللهم إنا نسألك الغنى عن أي معونة تأتي إلينا يا رب العالمين، وأن ترزقنا أنت يا رب العالمين، وأن تحمي هذا البلد الأمين. اللهم احمي هذا البلد الأمين، اللهم احمي هذا البلد الأمين من كل مفسد يا رب العالمين، من كل مخرب يا رب العالمين، ومن كل من يدعي بأنه بطيء يا رب العالمين. احمينا يا رب من كل سوء، اللهم احمنا من كل سوء، اللهم احمنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.